قادة الحركة آنذاك كانوا من الفرنكفونيين، فرفضت السلطة وثيقة إعكوران. واتهم بعض المفكرين دعاة البربرية بأنهم بحراكهم ذلك إنما يدعون إلى استعمار فرنسي جديد على حد قولهم، فيما تساءل آخرون: هل من المعقول أن نتحدث عن بربرية ونخاطب أصحابها بلغة فرنسية؟ الهدف من الاستعمار الفرنسي الجديد هو خلق ذرة، صنع ذرة للغة العربية هي البربرية، تدخل في الصراع معها حتى تبقى فرنسية. بمعنى ذلك يجب علينا أن نختلف، نخلوا العربية نتاعنا ونخلوا القبيلية والشاوية والشلحية والسوسية والريفية ونتحدث لغة توحدنا هي اللغة الفرنسية. ردا على ذلك الطرح، يرى قسم آخر من الباحثين أن هذا الكلام مجرد كلام أيديولوجي وقومي، وأن هؤلاء لا يريدون قراءة الواقع قراءة صحيحة. هذا سؤال إيديولوجي، سؤال إيديولوجي. صاحب هذا السؤال لا يريد أن يسمع الجواب الحقيقي، وإنما يريد فقط أن ينمق هذه المنطقة، يريد أن يروج على أن الأمازيغية تساوي الاستعمار. هذا خطأ فادح سيدتي. أنا باحث حتى إلى إخواننا العرب، وأساءت إلى الأقليات التي بدأت الآن تنبثق وتظهر وتشكل نوعا من الخطر على الانسجام الاجتماعي في الشرق الأوسط. في خضم كل تلك التجاذبات أنشأت الحركة أول جمعية لحقوق الإنسان بالجزائر. شاركت في الأحداث وكنت من المنشطين وبقيت من المنشطين في إطار هذه الحركة التي تسمى بعد ذلك سميت الحركة الثقافية الأمازيغية أو البربرية. وابتداء من 80 كنت من المنشطين، ومما أدى بنا خلال هذا النشاط إلى تأسيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، لأن المسائل مرة أخرى مرتبطة. تمكنت باش تدخل كل tous les secteurs de la vie politique, à intéresser toutes les libertés. في 5 أكتوبر 1988 عرفت الجزائر الانفجار. لقد عم الغضب الشارع، خرج الشعب احتجاجا على سياسة التقشف والأحادية. القبائل وكأنها خارج الزمن، خلت تيزي وزو من الاحتجاجات إلا فيما ندر. تساءل الكل عن السبب، وفسره البعض بأنه رد من القبائل على صمت المناطق الأخرى كلما تمردت المنطقة ضد النظام. عرفت الجزائر كنتيجة لتلك الأحداث التعددية الإعلامية والسياسية، فتحولت الحركة الثقافية الأمازيغية إثر ذلك إلى أحزاب كان مطلبها في الظاهر الدفاع عن اللغة والثقافة الأمازيغية، لكن البعض حركة من أجل الثقافة والديمقراطية لقادها السعيد السعدي تحولت إلى حزب مطلبه أساسي وهو الأمازيغية كالاعتراف بالأمازيغية. إذن ماذا تطالب؟ تقول مطلب ثقافي. من غير لك هذا؟ من قال لك في يوم من الأيام في بلاد القبائل لا تتكلم بالقبائلية؟ من؟ يعني لما ترسم وتصبح لغة رسمية انتهى في هذه الحالة تعطيها حقها على أي مستوى؟ هذا هو سؤالي أنا الآن، وركزي على هذه النقطة. نعطيها حقها موجود دائما. انك تتكلم في السوق في تيزي وزو لا يمكن تشتري بقرة بغير القبائلية، لكن عندما يذهب القبائل الوطنية لتجمع الجزائريين. لكن التسييس على حد قول أقطاب الحركة كان ضروريا ولا مطالب خارج السياسة. المطلب لابد أن يسيس، ولا توجد مطالب خارج السياسة. نسيس الأمور لكن تسييس إيجابي وليس تسييس سلبي، ليس تسييس من أجل مصالح شخصية. إلى حد الآن مناضلين نتاع الثقافة الأمازيغية واللغة الأمازيغية تعرضوا للسجون، تعرضوا للاضطهاد، تعرضوا للطرد من العمل، أتكلم عن مرحلة معينة وليس عن اليوم، تعرضوا للتعذيب في مراكز الأمن، ما عندهم حتى فائدة شخصية. لما تطورت الأمور بمسيرات سلمية بضرورة التكفل، يعني هذا النداء إلى السلطات العليا للدولة باش تكفل بالمطلب الأمازيغي، مسيرات في الجزائر العاصمة، في تيزي وزو، في مناطق أخرى. هذا النداء تلقى يعني آذان صاغية في 1990 بخلق أول
معهد للغة والثقافة الأمازيغية. طرحنا على الساحة السياسية بطريقة علنية، بطريقة سلمية وحضارية جدا، مطلب الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية. المطلب تاعكم، نعم، رئيس الحكومة إنذاك قال المطلب تاعكم بإنشاء معهد اللغة الأمازيغية في تيزي وزو مقبول. في بداية التسعينات حققت الأمازيغية مكسبا مهما، لقد أصبحت تدرس في جامعة تيزي وزو عام 1990. غير أنه وفي الذكرى العاشرة لاندلاع أحداث الربيع الأمازيغي عرفت الحركة الثقافية الأمازيغية الاصطدامات والانقسامات، لقد انقسمت إلى لجان وتنسيقيات في أزمتها الأمنية أو ما سمي فيما بعد بالعشرية السوداء. آنذاك اختطف مع طوبل والناس أحد رموز منطقة القبائل، رغم أن البعض شكك في الأمر حينها. الاختطاف نتاعو كان راح يزور بابا الله يرحمه، كان في المستشفى تاع مصطفى باشا. كي عاد من ولا من تما اختطفوه في تاخوخت تحت هنايا. بهم شهدت منطقة القبائل موجة من الاحتجاجات، أهمها إضراب أطفال المدارس الذي أطلق عليه فيما بعد اسم مقاطعة المحفظة. مقاطعة المحفظة كان نداء من فرحات مهني اللي كان في التنسيقيات الحركة الأمازيغية. احنا كلجان للحركة الثقافية الأمازيغية اجتمعنا وقلنا بليك داخلين في المقاطعة، ولكن ليست مقاطعة السنة الدراسية ولكن مقاطعة الدخول المدرسي، لأن ما حبينش يكون هناك تمزقات وما حبينش نكونوا خارج اللعبة، خارج الحراك السياسي. لكن السياسي العام كانت هناك استغلالات لمقاطعة الدخول المدرسي ولا مقاطعة السنة الدراسية. أول مرة في تاريخ الجزائر هناك مقاطعة للمدرسة، حدث كبير. حوالي 2,000,000 من المتمدرسين قاطعوا المدرسة الجزائرية باش نعطوا فرصة للجيل الجديد أن يدرسوا الأمازيغية. وفي هذا الظرف وين هناك مناظرة بين الحركة المطلبية هذه تاع الأمازيغية والسلطات العليا في نقاش وفي كبير حدث على المستوى الوطني ولكن على المستوى أيضا جيوستراتيجي. غير أن نشطاء الحركة اليوم يعترفون بأنهم لم يستطيعوا تسيير ذلك الظرف. في مقاطعة الدراسة بعد ما خرجنا من المقاطعة، الحركة الثقافية الأمازيغية لم تتمكن من تسيير المقاطعة. كان هناك أطفال خرجوهم من المدارس والحركة الثقافية